إلى متى تجاهل هذه الحقوق؟ فنحن أصبحنا على أبواب الشتاء، فالمعلم لا يستطيع أن يشتري لتر من المازوت. لماذا؟ لأن راتبه كله يذهب إلى أجار المنزل وإلى مكان عمله. فلماذا هذا التجاهل؟ فالوطن لا يبنى إلا بالإنسان، وأن الإنسان لا يبنى إلا بالمعلم. هكذا أصبح المعلم. فالمعلم عندما يذهب إلى الكازية فإنه لا يقول لصاحب الكازية عبي ب50 ليرة أو 100 ليرة، فيقول له عبي ب10 ليرات أو ب15. لماذا؟ عندما يذهب أي مسؤول فيقول له عبي فول وحدي براتبنا جميعا. إلى متى هذا؟ الآن المعلم عامل باطون، اذهب وراء. المعلم عامل باطون، المعلم بيشتغل شغلة ثانية. من المعيب جدا، أليس من العار أن نجد معلم يعمل عامل باطون بالوقت هذا؟ وبعد ما نلنا الحرية وأغلب الموجودين من المجاهدين سابقا، أغلبنا 90% كان معلما ومجاهدا بنفس الوقت. أليس من الآن؟ الآن نحن في وقت رخاء، يجب أن تزيد الرواتب بهذا الرخاء. ولسنا تابعين لأي أجندة داخلية أو خارجية. نطالب بالإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية. نحن خرجنا عن قناعات شخصية وسيبقى الاستضراب مستمرا إلى أن تتحقق مطالبنا بسيادة الرئيس، ولا نقبل أي تهديد من أي موجه أو مشرف أو مدير أو أي موظف في وزارة التربية. وشكرا لكم. أستاذ جميل، نحن مع الرئيس يا شباب، نحن مع الرئيس يا شباب، نحن مع الدولة الجديدة، نحن مع الرئيس أحمد الشرع القائد والفاتح وفاتح سورة جديدة. نحن مع الدولة، ولكن المطالب واضحة. زيادة الراتب للمعلم، منحة مستعجلة. من الأساتذة ما عنده واسطة، عم نطلع نحن تقطيع، وياما أساتذة، أنا أحد الأساتذة بطلع تقطيع ومشي وبمشي مسافات لحتى وصل. إذا سمحت أستاذ، يا ما صرفتوا من احنا جماعة النظام، يا ما صرفتوا من احنا جماعة البحرية والقوات. طيب نحن أساتذة 130 دولار. إذا واحد يا شباب عنده ولد صغير 30 دولار أقل شيء بده حفوضات بالأسبوع، حق حليب، هاي ما مرض من هذا حق المحروقات. اقسم بالله همشوا كرامة المعلم، همشوا ما ضل لنا كرامة. تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. استاذنا انا صار لي من اول السنه عم باخذ الاقلام من حسابي الشخصي. صح. هن والخرطوشات. كيف بتطالبني اجيب دفتر تحضير من حسابي ودفتر علامات للطلاب؟ وبهاي ال 130 ولا ال 150 دولار والبنزين والمحروقات وكل الاعباء، واخر شيء عم نعطي باضعف المقومات، وبدك نتائج اوروبا مننا. منين ما تجيب نتائج نحن؟ والله يعطيكم العافيه استاذنا. ليش بيقولوا بس محافظه ليب؟ هالمعلمين كلياتها مين غيرهم ساكن بخيم لحد هلا؟ مين غيرهم استعطوا بالنزوع لهلا؟ الحمصي، الشامل، حلبي، الدرعاوي، هذا خليط النسيج الجمهورية العربية السورية. عاش الرئيس أحمد الشرع، عاش الرئيس، عاش الرئيس أحمد الشرع، عاش الرئيس أحمد الشرع، عاش الرئيس أحمد الشرع. نحن مخيمات. لا ينصفنا إلا الرئيس، لا ينصفنا إلا الرئيس. يا سيد يحملني، يلا صور. عندنا الإنسان تكبير. الله أكبر. تعالوا البيت هون. تفضلي، كنا انتم ليش جايين لهون؟ السيد الوزير التربية لا تراهن على كرامة المعلمين. مطالبنا واضحة أصبحت اليوم بعد 6 أيام من الإضراب، وطالبنا هي زيادة الرواتب، معاملة المعلم كموظف قبل أن يكون كعقود أو غيرها. يعني التهديد وصلت معهم إنه خلص ما بدكم نحط بديل. مين عم يهددك؟ ولك تحيي في الصربي؟ لكن انت مثل معمر عمنا مين بدي يهددك؟ على فكرة كنا نريد أن نذهب إلى مدرسة ثانية، طلعنا حتى طفح الكيل عنا خالص، يعني احنا ما طلعنا حتى طفح الكيل. لا يوجد بديل. وعندما نريد أن نذهب إلى منطقة ثانية يقولوا لا يوجد بديل. عندما نريد شاغر إداري يقولوا لا يوجد بديل بدالك. هلا صار عندهم بديل، الآن صار عندهم بديل المجمعات. يسقط المجمعات ويسقط كل شبيح معهم. كل ظالم علنيا هون، لأنه أنا إدارية وهددوا بالفصل يفصلوا. إذا الفلول عم عملوهم معاملة محترمة، قصد صابرين
صابرين خجلانين لانه من ادلب؟ نحن يرفعوا راس لما طلع التحرير طلع من ادلب. نحن غير الناس كلها. يا استاذ جميل بعد اذنك كلمتين. اول الثوره رفعوا رواتب المناطق اللي عند النظام، وهن اخوتنا والوطن بيستسع للجميع، ما لنا مختلفين، هن اخوتنا. ناس كانت صامته يا جماعه، الناس كانت صامته، ونحن الوطن يتسع للجميع، ما لنا ضد. رفعوا الرواتب لان رواتبهم ميته، ما لنا ضد، لكن صار تضخم عندنا مناطق المحرر. يعني ال $130 هلا بتشتري 5 كيليات زيتون وترك الزيت، حدا بيرضاها لحاله؟ نحن هيك عم نحكي، ما لنا علاقه بالفئات الثانيه، بيستاهلوا. اللي بذل دم بيستاهل راتبه يكون، مهما كان هذا بذل دم بذل روح، نحن ما لنا فيهم، بيستاهلوا. الله محيي وزارتهم، وزاره الدفاع ووزاره الداخليه، كل الوزارات. لكن وزيرنا وينه؟ بس وزيرنا ما بيمثلنا، وزيرنا ما بيمثلنا، هو غريب عنا، لهيك هو محسس فينا. لا يمثل. إذا سمحت كلمة واحدة. بناء أي دولة ما بعد الحروب يركز على الخطوة الأولى وهي العلم. لا تبنى الأمم ولا تبنى الدول إلا بالعلم. حاليا في هذه الظروف الاستثنائية الناس كلها ملتفة حول قيادة واحدة لبناء دولة وإنجاح مشروع الثورة منذ العام 2011 ونحن في هذه الثورة. الآن يأتي وزير بقرار غير مدروس ولا يعرف خلفية هذه القرارات، بقرار عشوائي. اسمح لي، إذا قرار عشوائي يهدم جيل، هؤلاء المعلمون كلهم أولياء أسر وهم من يبنون الجيل. إذا أردت أن تبني دولة، إذا أردت أن تبني دولة، اليابان ما بنيت بعد الحرب إلا بالعلم، سنغافورة ما بنيت إلا بالتعليم. الآن إذا كان وزير التربية يهمش المعلم، عليكم بحصاد الدمار بعد 10 سنوات، لا أقول أكثر من ذلك. وزير المالية عم يشتغل، وزير الصحة عم يشتغل، وزير الطاقة عم يشتغل، ما في إلا هو بيرك لا شر ولا عمل، ما عم يصدر ولا قرار. لو حكى يوم حرائق شجر مو بشر، نحن اليوم عم ننحرق، وزيرنا ما عم نشوفه، ما عم ندرسه. ليش وزيرنا؟ لأنه ما بمثلنا. نحن الدولة ونحن أولاد الدولة ونحن مع الدولة، ولسه عم مستمرين، رح نوصل للأسوأ. لما هلا نحن متجمعين هالتجمعات وتاركين بيوتنا، هذا عيب علينا وعيب على الدولة إذا سكتت على وضعنا. نحن لا رح نضل هيك، هي صار قربنا على السنة، ايش نستنى؟ يقولوا يطلع وزير يمد لنا راسه يقول الشهر الفلاني جايتكم، يصرفوا لنا راتب هلا، يقولوا يا جماعة يعني ثقة، يبنوا ثقة. يعني الجماعة من الأخير بدهم نطلع قول مثلا أنا عجزان ما عندي مصيري، ضاع أقول عندي عجز، ما هو هيك قصدك؟ توضيح، بدك وضيح؟ وينه ما عم بيطلع، ما عم بشوفه. ليش يوم السويد الصغير والكبير طلع حكى باسمهم؟ ليش قصدت تطلع دول بتحكي باسمهم؟ ليش نحن لا؟ ليش نحن قال له سيدنا ابو بكر لسيدنا عمر اجبان في الجاهليه وخوان في الاسلام؟ نحن كنا جبارين قبل بالثوره، نحن هلا نصير خوارين وجبناء؟ نحن ما لنا جبناء المعلمين. نحن انا داومت سنتين، اضربت سنتين تطوع باول الثوره بجبل الزاويه من 2012 2014 تحت القصف، تحت القصف، ومطلوبين. صوبت وانا عم درس، وقت كانت الدولة ما عندها قدرة كنا ندرس تطوع ونرضى بالسلة وكنا معهم وخرجنا أفضل الكوادر. هلا في دعم، ليش لوزارة ووزارة؟ نحن الناس حين ما رجعنا على بيوتنا لساتنا في إدلب، 14 سنة تشرد ونزوح، والقرارات هي كلها أبدا. لو وزير الكوارث نحن مدير وزارته كان هلا كان على الأرض وعلى الرصيف وعم بينشف عرقه وعم بدعم الكوادر. لو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كان معنا، لو وزير الخارجية، لأننا أولاد ثورة. بس هون اللي هن ما منا، ما بيمثلنا ولا حاسب وجعنا ولا بعرف شو يعني الفقد او التدريس تحت الضرب، او الواحد يتصوب وهو عم بيدرس من كل قلبه، او يسكن بالخيمه ويدرس بخيمه، او ياخذ الطلاب على المقاعد، او ياخذ يعني يتخبوا، او نتخبى، او نقدم امتحانات. انا قدمت الدبلوم 3 مرات تنقصف الجامعه وانا عم اقدم، هذا هن ما حسوا فيه. فاقد الشيء لا يعطيه، الوزير لا يمثلنا ابدا 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 ولا ينتمي الينا. نحن هنا كمعلمي إدلب كلنا تهجرنا ورفضنا ووقفنا في وجه النظام البائد الساقط من أجل الكرامة. أين كرامتنا الآن؟ أين هي كرامتنا الآن؟ من المعيب على وزارة التربية أن تجعل أي معلم أو معلمة أن يتركوا بيوتهم أو مدارسهم والخروج إلى الشارع. أتينا من ريف معرة النعمان المهدد